ليه الرجالة بتحب الست اللي بتقول لأ؟ مش عارف الإجابة؟ أنا بقى هقولك. يا ترى انتي بقى من البنات اللي دايما موافقة على كل حاجة ومستنياه يحبك ويعملك اعتبار؟ يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. طول عمرنا واحنا بنسمع وعارفين ان الرجالة بتحب الست الهادية والست المطيعة، واللي يا اختي يقول لها يمين يمين شمال شمال، وتربنا على الفكرة دي وخلاص. بس الحقيقة بقى الرجالة ما بنحبش الست دي أبدا. هما ممكن يختاروها للجواز ويتجوزوها فعلا، بس بعد شوية وقت يا بيمل يا بيخونها ويحب ست تانية، وتلاقي الست تانية دي ايه، شخصية تعرف تمشيه على عجين ما يلخبطوش. يا خايبة، ده الشطر هي اللي تعرف تمسك العصاية من النص، تعرف تبقى امتى ست جبارة وقوية وعنيدة، وامتى تبقى كيوت وقطة مغمضة وبتسمع الكلام. تعالي تخيلي معايا كده راجل معاه بنته طول الوقت موافقاه على كل حاجة وأي حاجة، مسلمة أمرها ليه في كل حاجة، في الصغيرة قبل الكبيرة، عندها زيت زي عبيد. تعالي يمين حاضر، اعملي كذا حاضر، سوي كذا حاضر، ما عندهاش غير كلمة حاضر على لسانها. يجي يقول لها نخرج فين يا حبيبتي، تقوله في المكان اللي تشاور عليه يا حبيبي. يقول لها ناكل ايه يا حبيبتي، اللي تؤمر بيه يا حبيبي. اخد رأيك في حاجة، انا همشي على الكلام اللي انت قلته يا حبيبي. من الاخر كده بتبقى حمل وضيع وقطة مغمضة في البيت، لا ليها رأي ولا ليها اي اعتراض على اي حاجة، ولا بتشاركوا افكاره في اي حاجة. من الاخر كده مش محتاج يعمل اي مجهود عشان يبهرها. بس خدي بالك، في الاول هيحس ان هي بنت لقطه، وارد جدا ان ده يحصل، بس بعد ما يمر وقت ويلاقي ان هو مش قادر يعتمد عليها ولا ياخد رايها في حاجه، هيبتدي يمل وهيزهق منها، وهتعمل له عقده كبيره في حياته من كتر الملل والزهق، لدرجه ان هو هيجري يدور على اي واحده تقول له لا. في مثل بيقول لك القط ما يحبش اللي خناقه، والرجاله كده بالظبط، يحب الست اللي تقول له لا. بتبقى بالنسبة له تارجت وعايز يحققه، حاجة كده شايفها صعبة، زي الصياد اللي هوايته يدور على الفريسة، وهتلاقيه بيبذل مجهود كبير جدا عشان يصطادها. جيم عجبته ومغامرة جديدة ودخلها. والأهم من كل ده إن الراجل من دول بيبقى مبسوط جدا لو قدر يوصل لست صعبة مش أي حد يقدر يوصل لها. ست كده من دول ليها رأي وشخصية، ست يقدر يعتمد عليها، ست يقدر يحاورها ويناكفها في القعدة، ست ليها شخصية وكيان، مش زيك انت يا خايبة، مطرح ما يحطك يلاقيكي. واول ما بصلك يا اختي وبربشلك بعينيه قلتي له هتيجي تقابل بابا امتى. عشان كده انا بقولك لازم تعرفي امتى تبقي ست قوية وامتى تبقي ست ضعيفة، امتى يبقى ليكي شخصية في البيت وتعترضي لو حاجة مش عاجباكي، او لو اتناقش معاكي في موضوع تاخدي وتدي معاه وتحسسيه ان انت فاهمة وان انت ست يعتمد عليكي في غيابه، وامتى تبقي ست هادية وكيوت وتطيعيه وانت مغمضة عينيكي. من الاخر كده ما بقولكيش اعترضي على قرارات جوزك او وقفيله الند بالند، انا بقولك ان الراجل بيحب الست اللي عندها شخصيه قويه يقدر يعتمد عليها. فرضا جوزك مسافر بره مصر وعنده شغل، ساعتها بقى مين هيراعي الولاد، مين هيشيل مسؤوليه البيت، مين هياخد القرارات الصعبه التقيله اللي جوزك مش موجود ويقدر ياخدها. من الاخر كده يا حبيبتي خليكي 9 شخصيات في بعض، خليكي زي القطط ب7 ارواح. يعني انا عايزاكي يا حبيبتي تبقي ذكيه، وقت ما يحب يناقشك ناقشيه، وقت ما يحب يسمع رأيك قوليه، وقت ما يحب يحس منك ان انت الست الطيبة الهادية المطيعة اللي بتثق في كل قراراته، خليكي هادية ومطيعة وقطة مغمضة وامشي وراه. زي ما قلتلك خليكي 9 شخصيات في بعض، جننيه اروشيه، انا عايزاه يحس ان واحدة مجنونة عندها انفصام في الشخصية عايشة معاه في البيت. من الاخر كده كأنك برج الجوزاء، خليه دايما قاعد على نار، ماهوش فاهم اي حاجة، هل انت شخصية مطيعة ولا شخصية عنيدة. عشان من الاخر كده يا حبيبتي لو عرف اللي فيها ورسي على شخصيتك فيها ايه، هيزهق منك ويسيبك ويدور على واحدة تانية تشغله، وهيبقى ساعتها بقى يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. انا بسنت النبراوي، تابعوني في يا خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.